البساطة والاقتصاد كيف ما عودتكم في الفيديوهات ديالي كاملين. جات لكم هاد الحلوة ديال الشهدة، كتجي غزالة مقرمشة كتذوب في اليدين قبل من الفم. شي حاجة اللي زوينة زوينة بزاف، نتمنى انكم تجربوها. وما تنسونيش من لايك وتعليق محفز وبارطاج باش هكا تعم الفائدة على الجميع. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. وبالنسبة للمقادير، في واحد القطعة احتاجيت 250 غرام ديال الزبدة. هنايا عندي زبدة بدرجة حرارة المطبخ باش هكا كتساعدكم انكم تدمجوها مع بقية المقادير بكل سهولة. غادي نضيف كاس ونص من السكر سنيدة، كيس من الفانيلا، وواحد رشيشة ديال الملح. ضروري في كاع الحلويات ضيفوا رشيشة ديال الملح. غادي نخلط كلشي مزيان حتى يبان لنا داك السكر ديالنا اختفى تماما. من بعد غنضيف 2 حبات ديال البيض. بالنسبة للحبات ديال البيض فعندي من الحجم المتوسط. انا كنخلط وفي نفس الوقت نستعرض معكم المقادير باش هكا ما نطولش عليكم الفيديو. صافي، هنا بعد ما غيختفي لنا داك البيض مع بقية المكونات، غادي نضيف كاس ونص من الزيت. دائما القياسات كنقيس معكم بكاس ديال العنبة. وغادي نخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيشبه الكريمه. صافي، هنا غنضيف واحد ياغورت بنكهة الفانيلا. ممكن تنكهو باش ما بغيتو، انا كان متوفر عندي هاد الياغورت هذا وضفتو. ممكن تنكهو بجوز الهند اي الكوك، او لا هكا الا عندكم شويه ديال اللوز محمر ومهرمش تضيفوه حتى هو. عندكم الكاوكاو حتى هو بحال هكا مطحون كتضيفوه. المهم عندكم فلون ديال الكراميل حتى هو راه كيجي زوين في هاد الوصفه. ضيفوا اللي بغيتو، اللي متوفر يعني ضيفوه. صافي، ضفت هنايا كاس ديال النشا، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا مع واحد كيس من خميرة الحلويات. بالنسبة للدقيق اللي غيسولني بالغرام هي كيلو 100 غرام. بالنسبة للكؤوس بقياس كاس العنبة هي 11 كاس ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض، من الأحسن يكون نوعية ممتازة خاصة بالحلويات. جمعتها مزيان حتى حصلت على عجينة اللي رطبة كتشكل بكل سهولة. في الأخير يعني حتى الأخر عاد كتضيفوا لها واحد 4 كاس ديال الفيرميسيل الأسود. بعد ما كتكونوا بطبيعة الحال حطيتوه في المجمد واحد الفترة، تقريبا هكا 10 ديال الدقائق، باش كيبقى شاد لكم في الحلوة وما كيذوبش يعني في الحلوة ديالكم. غطيت الحلوة ديالي بلاستيك، ومن بعد غنشكلها الكويرات اللي يكونوا الحجم ديالهم صغير. غادي نحطهم في صفيحه ديال الفرن، يا اما تفرشوا لها الورق ديال الزبده او لا دهنوها غير بشويه ديال الزيت. من بعد غناخذ المرشم ديال الشهده. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، راه كاين هذا ديال الحديد اللي انايا خدمت به، وكاين حتى ديال البلاستيك. المهم اللي متوفر راكم غادي تخدموا به. بغيتوا ديروا شي طابع اخر متوفر عندكم ماشي مشكل، يعني طبعوا باي طابع متوفر. صافي، هنا بعد ما غنسالي ديك الطاوه الاولى اولا الصفيحه الاولى، غادي ناخذ داك المرشم ديال الشهده ديالي وغنبدا ندوزو في السكر سنيده، وغنبدا نطبع على دوك الكويرات. المهم غنسالي الكميه كلها، غندخلها الفران اللي غيكون سخون، النار مهيله تماما من الاسفل باش هكا الحلوه ديالكم ما كتخطفش ليها اللون وتبقى من الداخل معجنه. المهم خاص النار تكون مهيله في كاع الحلويات باش كيجيوكم مقرمشين وهشاش في نفس الوقت. من بعد ما كتحمر لينا من الاسفل كنشعلوا عليها النار من الاعلى، يعني العافيه كتولي فوق منها. كنخليوها النار ديالها مهيله تماما حتى كتبان لينا هكا خدات اللون ذهبي، كنخرجوها. المهم كنعاود نعمر يعني صفيحه اخرى بنفس الطريقه حتى كنكمل كميه العجين كامله اللي عندي، ونتلاقاو باش نوريكم المرحله ديال التزيين. صافي، بالنسبه للتزيين هنا خديت شوكولاته بيضاء اللي ذوبتها في حمام مائي مع شويه ديال الزيت، واحد الملعقه صغيره. من بعد ما كتذوب تماما كناخذ الحبات ديالي كنبدا نغطس ليهم النصف ديالهم بديك الشوكولاته. ممكن ديروا شوكولاته بيضاء ولا سوداء، ولا ممكن تخليهم غير عاديين. المهم انا كاضافه وصافي بغيت نزينهم، درت لهم الشوكولاته البيضاء وكنحطهم فوق واحد الورق ديال الطبخ اولا بلاستيك. كنزينهم بشويه ديال الفويتين. عندكم الفيرميسيل ملون زينوهم، عندكم الفيرميسيل اسود زينوهم. المهم كنعطيكم الاختيارات واللي متوفر هو اللي غادي ديروا. المهم هنايا كنكمل الكميه كامله ديال الحلوى. انا هنا راه خرجت غير ديك اللاطه الاولى، خليتها حتى بردات بطبيعه الحال، عاد بديت كنزينها. عاد غنزين الكميه اللي متبقيه عندي كامله، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا.
وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. نخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامة.